اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا كان لاعب الاهلي بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض اول حاجه ان هو تبص على ركبه لعيب اسك ابيجان، هتلاقي ان هو الركبه في ركبه لعيب النادي الاهلي. اي التحام جوه خط ال 18 واللاعب بيجري بيفقد التوازن بتاعه، وطبعا ان هو في التحام بالركبه، بس ما فيش فار علشان الحكم يحسب ضربه الجزاء. وهنا نقدر نقول ان في ضربه جزاء للنادي الاهلي ما اتحسبتش في بدايه المباراه. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا الحكم حسب تسلل على لاعبي النادي الاهلي. لما نشوف مع بعض كده لحظه لعب الكره، هتلاقي لاعب اسك ابيجان مغطي بالقدم. لا حتى يعني سيبك من اي خطوط ممكن تتعمل، بص على خط الملعب نفسه وبص على قدم اللاعب، هتلاقي اللاعب مغطي لاعبي النادي الاهلي. وطبعا هنا قرار الحكم قرار خطا، لان الكره دي كانت انفراد للاعبي النادي الاهلي، كان ممكن يحرز منها هدف. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول لصالح لاعبي النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا برضو الحكم حسب تسلل على لاعبي النادي الاهلي. لما نشوف مع بعض كده لحظه لعب الكره، هتلاقي برضو هنا في اتنين لعيبه، لعيب من النادي الاهلي ولعيب من استاد ابيجان. اول حاجه ان هو برضو انت مش محتاج خطوط، اللاعب بتاع ابيجان سابق بالكل، يعني مش بالقدم ولا بجزء من جسمه، اللاعب كله سابق لعيب النادي الاهلي. الحكم حسب التسلل بناء على ايه؟ محدش عارف اي حاجه في اللعبه دي. نروح للحلقه اللي بعديها واغرب، وهي برضو هنا الحكم حسب تسلل على لعيب النادي الاهلي. لما نشوف مع بعض لحظه لعب الكوره، هتلاقي اللاعب اللي انا معلم عليه ده مغطي الجمهور، يعني ده مغطي جمهور النادي الاهلي مش مهاجمين النادي الاهلي. برضو هنا الحكم حسب تسلل. انا مش فاهم بصراحه، يعني انا اول مره اعمل تحليل لمباراه ويبقى كل الحالات التحكيميه معظمها عن الحالات التسلل اللي الحكم حسبها. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لعيب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في تدخل بقوه من لاعب الاهلي، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه النادي الاهلي وفريق استاد ابيجان.